تعرف البومودورو تكنيك؟ ما تعرفوش؟ طب ما انت لازم تعرفه. تعالى احكي لك قصته بقى. في اواخر الثمانينات شاب ايطالي اسمه فرانشيسكو، مش بومودورو طبعا، لا عادي، ده بومودورو ده اسم فاكهه، اسم الطماطم، ولازم انت تشوف اصلا هم ليه سموه فرانشيسكو، سموه بومودورو تكنيك، يعني دي قصه تانية. المهم هو الولد اسمه ايه بقى؟ فرانشيسكو سيريلو. في اواخر الثمانينات فرانشيسكو سيريلو اخترع تكنيك لطيف جدا للناس اللي عندهم بروكراستينيشن، او الناس اللي عندهم لا مؤاخذه مرقعه زي حالتنا كده. يعني لما يبقى عندك تاسك مثلا ممكن ياخد منك ساعتين ثلاثه، فانت تقعد كل 5 6 دقائق تقوم تسلم على فلان وتتكلم مع علان وتخبط الباب على نرمين تحكي لك قصتها النهارده، ومحمد يعدي عليك يقول لك فطر ايه. ففرانشيسكو سيريلو عمل التكنيك البومودورو وقال لك ان حضرتك لو عندك اي تاسك كبير هتقسم التاسك الكبير ده لاربعه تاسك صغيرين. كل تاسك فيهم بقى عباره عن 25 دقيقه، فانت تاخد التاسك بتاعك الكبير ده، عندك اكسل شيت المفروض تشتغل عليه 3 ساعات، هتشتغل كل 25 دقيقه وتاخد بريك 5 دقائق. الخمس دقائق دول هتعمل بيهم ايه؟ هتروح بيهم الحمام، هتجيب فيهم كوبايه شاي، هتبص على موبايلك، هتاخد تليفون مهم لو في الشغل. دول اللي هتعمله في الخمس دقائق. هتكرر العمليه دي 4 مرات، تاخد 25 دقيقه وبعدين تاخد 5 دقائق بريك، بعدين 25 دقيقه شغل و5 دقائق بريك، بعدين 25 دقيقه شغل وبعدين 5 دقائق بريك، بعدين 25 دقيقه شغل وبعدين 5 دقائق بريك، وبعد كده تاخد بريك لمده 25 دقيقه احتفالا وانتصارا للفعل العظيم ان انت قدرت تحقق البومودورو تكنيك بعد 4 توقفات او 4 تاسكات صغيره. فرانشيسكو سيريلو على حسب تقييمه قال لك ان العقل والله بتاعنا ممكن ما يستوعبش اكتر من 25 دقيقه. طب عرف منين 25 دقيقه؟ لا مفيش مصادر، عادي، هو يعني ده رايه في الموضوع، لان ده كان في اخر الثمانينات، فده طبعا ما كانش فيه ساعتها يعني انت فاهم يعني. فبما ان العقل بتاعنا ما بيستحملش اكتر من 25 دقيقه، فانت على حد تفسيره وعلى حد قوله انك لما تقسم الشغل بتاعك كل 25 دقيقه تاخد 5 دقائق بريك، فانت بتفصل عقلك، بيديك احساس بالريفرش، تيجي تقعد تاني عقلك بيستقبل معلومات جديده ويقدر يركز. لكن في شرط مهم جدا عشان تبقى نجحت في تطبيق البومودورو تكنيك، انك لما تقعد 25 دقيقه تقعد 25 دقيقه، ما تقعدش 25 دقيقة من ضمنهم 3 دقايق بتبص على موبايلك، 5 دقايق بترد على التليفون، لا 25 دقيقة تحط موبايلك على الايروبلين مود وما تردش لحد في التليفون، ولما اي حد يجي لك في الشغل خالص تابع معاه تكنيك مهم جدا اللي هو انفورم نيجوشيت وبعد كده اكت. انفورم انك تقول له لو سمحت انا مركز في حاجة مهمة جدا ومش هبقى فاضي معاك دلوقتي خالص. نيجوشيت تقول له طب ممكن ارجع لك بعد ساعة او 2 او 3 او بكرة. وفي الاخر تاكت انك ترجع ترد عليه بعد ما تكون خلصت البومودوروز الصغيرة بتاعتك. وبكده لو حد سألك المرة الجاية